توضيح ليه سعرين موجودين. والله قيمة الدولارات او الاحتياط النقدي اللي كان موجود لدى البنك المركزي اللي هو يسموه الفتوة، كان في الزمن الماضي 2009 و2010 و8 و7 لما كان بعد تجار الصرافة يجي يزود السعر شوية يقوم طارح في السوق مثلا 200 300 مليون دولار زيادة، او يسحبهم من السوق يقدروا هم يشتروهم. يقوم في واحد فتوة كده زي فريد شوقي اللي هو البنك المركزي يقوم واخد كده مليار دولار رميهم في السوق، يقوم السعر يهبط تاني. حيث ان احنا ما عندناش فريد شوقي عندنا واصبحنا الوقت عبارس عصر، فبالتالي ما يقدرش الراجل بتاع الفتوة اللي كان بيطلع فلوس ويرميها في السوق يجيبها، ده هو راجل على الله، ده هو عاوز واحد يديله قرشين في جيبه وهو ماشي. فده اللي خلى التجار بتوع الصرافة يزودوا الأسعار بتاعتهم ويقدر يتحكم في السوق. طب السؤال، أنا ليا سعرين، تأثير ده على الاقتصاد إيه؟ أولا السعر الرسمي أقل من السعر السوق الحرة أو اللي هو السوق الحقيقي أو ما يسمى بالسوق السوداء من 28 ل 30%. لو كان الدولار كان بكذا النهارده وصل لكذا يبقى 30% موصلها. فده اصبح ادي وجود السعرين اللي موجودين، البنك المركزي مش قادر يتدخل لقله النقد اللي عنده او لهاجس عنده، هي دي اهم، انه يحافظ على القرشين اللي موجودين عنده. طيب القصه دي كانت السبب بتاعها ايه؟ ان انت بتستورد حضرتك ب 60 مليار دولار، لما يزيدوا 30% يعني انت بتتكلم في 18 مليار دولار على الاقل واردات مصر زادت خلال الفتره دي. طيب لما تزيد الواردات بالقيمه ديت يبقى انت عامل ضغط على الدولار اكتر من كده، يبقى اسعار السلع اللي موجوده بتزيد اللي انت جايبها مستورده. صاحب السلعه المثيله المحليه شايف ان حضرتك بتشتري نفس السلعه بالسعر دوت، يقول لك انا ازود السعر بتاعي. طب بتاعه الجرجير اللي موجوده اللي هي بتزرعه في الارض وبالمصر هنا تزود السعر، تقول لك ما انا لما باجي اشتري المج ده اللي بجيبه من بره بشتريه بالغالي، ابني لما بيروح يشتري لا 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 الجرجير نفسه بيتنقل في عربيه بالظبط كده بالعربيه بنزين بموديل العربيه الجديده وخلافه، فتلاقي الاسعار كلها زادت موجوده. طب نتاج الزياده دي او بدايات الزياده جت منين؟ بعد الثوره حصل نوع من انواع الانفلات الامني موجود وما زال. الانفلات الامني ده تسبب في دخول اكبر شحنات من المخدرات والسلاح داخل جمهوريه مصر العربيه، لما اصبحت مصر 91 مليون مواطن، فيهم 92 ونص، فيهم 100 مليون قطعه سلاح مثلا، تمام، والمخدرات دخل. الراجل بتاع السلاح وبتاع المخدرات بره، الجنيه بتاعنا الملون الكبير ده ما يلزموش في حاجه، يعني الجنيه الملون ده يقول لك خلي الملون ده عندك انت يا استاذ، اديني الدولار اللي انا اعرفه واصرفه هناك. المخدرات نفس الحكايه نفس الكلام. فابتدت والترامادول ما هو كله بقى انواع من المخدرات، لان اكبر شحنات دخلت سواء من الشرق او سواء من الغرب دخلت سلاح ومخدرات. انت كحدودك مفتوحه سداح مداح حتى الدقيقه اللي احنا فيها دي، او اصبحت سنه ضيقه بس مفتوحه وبيخش، فده الطلب على الدولار اكتر. الحاجه الثانيه، في مجموعه من المصانع توقفت ومجموعه اخرى من المصانع الطاقه الانتاجيه بيها حاليا لا تتجاوز 20-25%. طب الانتاج اللي كان بيطلع في ناس بتاخده، طب ما عادش بيطلع، يبقى لازم هستورده من بره، فزادت الواردات بالشكل الكبير اللي بنقول عليه 60 مليار. هل تعلم حضرتك من الواردات ان مصر بتستورد سنويا ب 22 مليون دولار مجات؟ هل تعلم حضرتك ان سنويا مصر بتستورد اكل للقطط والكلاب بما يجاوز 800 مليون دولار؟ هل تعلم حضرتك ان مصر بتستورد فوانيس وشماريخ والعاب ناريه سنويا ب 75 مليون دولار بما يعادل نص مليار جنيه مصري؟ هل تعلم حضرتك ان مصر بتستورد عنب وبتستورد فول وبتستورد عجينه طعميه؟ عجينه الطعميه ده بالمناسبه اختراع مصري محدش يعرفه في العالم غيرنا احنا، جو الطعميه والكرات والبصل والكلام الفارغ ده محدش يعرفه بره غيرنا احنا هنا. احنا بنستورد فول وعجينه طعميه وبنستورد بسله وبنستورد عنب وبنستورد موز وبنستورد ارنبيط برضه اختراع مصري محدش يعلمه بره غيرنا احنا هنا. بنستورد الكلام ده بما يعادل 1.8 مليار دولار. الكلام ده بالمناسبه مش بقوله من عندي، ده بيانات الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء 31/12/2012. فبالتالي انا النهارده، طب هقول لحضرتك على حاجه، مصر بتصدر الفوسفات بتاعها خام، بتصدر سنويا 4 مليون طن فوسفات خام. تاخد منهم كام؟ المفروض اصدر اخد فلوس ولا اصدر وما اخدش؟
بتاخد منهم كام حضرتك؟ بتدفع عليهم، خد بال حضرتك، بتدفع عليهم تاني، بتدفع عليهم 80 مليون دولار. يعني اصدر له الفوسفات وادفع عليه 80 مليون دولار من جيبي. هتقول صلاح مجنون بيقول كلام فارغ. لا حضرتك، الفوسفات بيتصدر مجموعه شركات خاصه وشركه واحده حكوميه، بيصدروا الفوسفات من 8 ل 10 دولار للطن، ياخد من صندوق دعم الصادرات 20 دولار على الطن، فبقى انا طلعت 4 مليون طن وخدت عليهم من الدوله 80 مليون دولار.